السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين ومكملين بدون زيوت وبدون اي دهون. النهارده هنعمل خضار، سواء تسميه خضار سوتيه او شوربه خضار اللي انت عايزه، اي مسمى. معانا بطاطس مخرطينها رفيع جدا، ومعانا جزر، ومعانا بسله، معانا بصله صغيره جدا، ومعانا فصين توم، ومعانا معلقتين اللي هو الفلفل الهريسه، براحتك شطه او من غير شطه براحتك يعني. هنحط البصلة في الحلة او في طاسة عندك من غير اي زيوت ومن غير اي دهون، وحطينا الملح والفلفل عليهم. هنديها تشويحة كده وبعدين نضيف عليها الجزر. انا مش هحط البسلة الاول لان البسلة كانت عندي في الفريزر، والبسلة طبعا لما بتبقى في الفريزر او اي خضار ما بياخدش سوى اكتر زي ما يكون لسه جايباه فريش يعني. هنقلبهم كده، طبعا مهدين النار على الاخر من غير اي زيوت ومن غير اي حاجة، فهدي النار شوية. بصوا هنا الجزر بدأ ينزل مية شوية، وبدأوا يتشوحوا كده مع بعض، وبعدين هنروح ضايفين عليه البطاطس. انا مخرطه كله رفيع قوي قوي، عشان يستوي بسرعه، و يعني مع التشويح وكده هتلاقيه استوى، مش هياخد وقت معاكي. احنا هنا طبعا هنعمل خضار سوتيه. لو انت عايزه تكمليه زي ما هو كده وما تزوديش شوربه عليه، بما اننا بنعمل وجبات اقتصادية وموفرة، فاحنا هنحط عليه شوربة بعد ما يستوي كده. خلاص هو بيستوي، هنحط حبة شوربة صغيرين خالص يكمل سوا، وبعدين هنكمله شوربة عشان احنا عايزين وجبات يعني اقتصادية، يكفي العيلة او يكفي عدد الافراد اللي في البيت. لان احنا لو عملناه سوتيه هنحتاج كمية كبيرة قوي يعني عشان تكفي العدد اللي في البيت يعني. فاحنا هنشوحه كده من غير اي زيت، بس هنحط الشوربه زي ما اتفقنا. الشوربه مش هتبقى دسمه، او هتبقى عاملينها قبلها بساعتين، نحطها في التلاجة وناخد الوش بتاعها نشيله يعني منها عشان ما تبقاش دسمه. معانا هنا معلقتين الهريسه بعد ما حطينا الخضار واحد ورا التاني وشوحناه تشويحتين، ونحط اللي بعده. هنا الفراخ طلعتها وهدخلها الفرن من غير اي حاجه، غير على وشها كمون، اسفه، على وشها فلفل اسود وملح بس، ودخلتها في الفرن من غير اي زيت ومن غير اي سمنه ومن غير اي زبده ولا اي حاجه. هنا كده الخضار خلصته خالص، وحطيت حبه شوربه صغيرين جدا. هيستوي. عايزاه خضار سوتيه زي ما اتفقنا، خلاص زي ما هو كده. هنا هعمل رز الحله برضو اهو. انا مش هكمل معاكم الرز للاخر عشان احنا عاملينه قبل كده، بس انا بوريكم النهارده هنعمل ايه، وبختصر والله يعني على قد ما اقدر، انا مش عايزه اطول عليكم. وزودنا الشوربه زي ما اتفقنا عشان تبقى وجبه اقتصاديه تكفي البيت كله، بس في نفس الوقت من غير دهون ومن غير زيوت. والرز عملناه نفس الحوار من غير اي زيت، والفراخ من غير اي زيت ولا سمنه ولا زبده. شكرا لكم حبايبي، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم.